بيقولوا في المستقبل القريب البشر عشان يخلفوا أطفال ما بقوش خلاص محتاجين للحمل الطبيعي. الأطفال بيكبروا في كبسولات رحم صناعية، والأهل بيقدروا يحددوا بعض صفات أطفالهم من قبل ما يتولدوا، زي لون العين ولون البشرة والنوع. في الوقت ده راشيل بتقف قدام المراية في أوضة نومها وبتتفرج على بطنها وهي حامل بإعجاب شديد، لكن فجأة بتصحى وبتكتشف إن كل ده كان مجرد حلم، وبتبدأ يومها بالفطار اللي جهزه البيت الذكي بتاعها والمساعدة اللي هي بالذكاء الاصطناعي إلينا، وبتنصحها بجلسة كبسولة الطبيعة. بعد كده بتصحي جوزها ألفي وتمشي من البيت، وهي في القطر بتشوف ست شايلة كبسولة رحم صناعية مربوطة ببطنها. وفي الوقت ده ألفي بيكون في قسم الصوبة الزجاجية في العمارة وبيهتم بالزرع، أما راشيل في المكتب فبتعمل عرض تقديمي للمساعدة المعرفية الجديدة من الجيل الجديد اللي اسمها ماشا. ولما راشيل بترجع مكتبها ماشا بتظبط لها جلسة كبسولة الطبيعة، وفي نفس اللحظة ديت بيجي لها مكالمة من مركز الأرحام وبيقول لها إن في مكان فضي ولو عايزة ممكن تأكد الحجز وتيجوا تعملوا جولة في المكان. فراشيل بتتصل بيهم تاني وبتحدد ميعاد للجولة يوم الخميس. وفي جلسة كبسولة الطبيعة وقت الغداء بتعيش تجربة هادية وبتتخيل نفسها على الشاطئ وهي شايلة بيبي في حضنها. وفي وقت متأخر من اليوم راشيل بتقول لزميلتها في الشغل أليس إنهم جالهم مكان في مركز الأرحام، فأليس بتفرح جدا بالخبر ده وبتقول لها إنهم لازم يحتفلوا مع أزواجهم. بس راشيل بتكون مترددة لأنها أصلا ما كانتش قالت لألفي إنهم قدموا في قائمة الانتظار. وبعد الشغل راشيل بتقابل المعالجة النفسية بالذكاء الاصطناعي إليسا، وإليسا بتسألها ليه ما قالتش لألفي، فراشيل بتقول لها إن جوزها عايز يخلف بالطريقة الطبيعية ومش عارفة رد فعله هيكون إيه. فإليسا بتقول لها إن البيبي لما يكبر في كبسولة صناعية ده مش هيخليه أقل طبيعية. أليس بتقول لراشيل إنها لازم ضروري تقول لألفي موضوع مركز الأرحام ده قبل يوم الخميس. ويوم الخميس راشيل بتروح جولة مركز الأرحام لوحدها، وأثناء الجولة الحاضرين يتفرجوا على فيديو تعريفي لمؤسس شركة بيجاسوس، والمؤسس بيقول إنه عمل الشركة دي عشان الستات ما يتأخروش في مسيرتهم المهنية بسبب الحمل، وكمان عشان يقدم حل لمشكلة انخفاض معدلات المواليد. بعد الفيديو ده مديرة المركز ليندا بترحب بالضيوف وتبدأ توريهم المكان، وفي قسم الحواضن بتوريهم كبسولة فيها بيبي في مرحلة النمو، وبتشرح لهم ان الاهل يقدروا من خلال تليفوناتهم او التابلت يسمعوا البيبي مزيكا او صوتهم او محتويات تانية مختلفة. وبعد كده بتوضح انهم ممكن يقدروا يختاروا حتى الاطعمة اللي البيبي هيتغذى عليها في المستقبل، عشان الهدف ان بعد كده لما يكبر ما يبقاش بيتنطط على الاكل. وبناء على سؤال واحد من الحاضرين بتقول ان الكبسولة لما بتتفصل عن الوحدة الرئيسية بتقدر تشتغل لوحدها لمدة 48 ساعة وممكن تتاخد معاهم في السفر. فراشيل بتسأل لو كان البيبي بيقدر يسمع الاصوات اللي في العالم الخارجي، فليندا بتقول لها ان ده ممكن، وبينصحوا الاهل انهم يتكلموا مع اطفالهم بانتظام. وفي اخر الجولة ليندا بتطلب من راشيل انها تدفع مقدم علشان توثق اهتمامها بالموضوع بشكل رسمي. وبالليل ألفي بيقول لراشيل ان في فلوس اتخصمت من الحساب البنكي، وبيسألها لو المفروض يبلغوا البنك باللي حصل ده ولا لا. فهنا راشيل بتقول له الحقيقة وبتعترف ان هي اللي بعتت الفلوس لمركز الأرحام وانها راحت شافت المكان النهارده. فألفي بيبدأ يبقى مصدوم ومش فاهم ايه اللي بيحصل. فراشيل بتقول له انها السنة اللي فاتت قدمت اساميهم في قائمة الانتظار من وراه وما كانتش فاكرة ابدا ان المركز هيرد عليهم. فألفي بيزعل من الموقف ده وبيقول لها انه متضايق لانها راحت شافت المكان من غير علمه وانها قررت تكبر ابنهم في كبسولة. فراشيل بتعتذر وبتقول له انها عملت كده بس علشان هي عايزه تخلف منه طفل. وبناء على كده ألفي بيحضنها وبيقول لها مفيش مشكله. وعشان راشيل تقلل من قلق ألفي بتقترح عليه انهم يتكلموا مع أليس وبين اللي عاشوا التجربه دي قبل كده. والليله اللي بعد كده بين بيستقبل الزوجين في بيته بيوريهم نظام شيل الكبسولة، وأليس بتشرح لهم ان تربية البيبي في الكبسولة بتخلي المسؤولية متساوية بين الأب والأم. ولما بين بيسألهم هيروحوا يشوفوا المكان امتى، راشيل بتخبي الحقيقة وتقول انهم لسه ما خدوش قرار. وبعد كده بين بيسأل ألفي لو عايز يشيل الكبسولة يجرب، بس ألفي بيرفض بالذوق لانه لسه مش واثق في الطريقة دي. ولما بيرجعوا البيت ألفي بيقول ان شكل الكبسولة البلاستيك مخلياه مش مرتاح، وراشيل بتقوله ان المهم هو ان البيبي يحس بالكبسولة انها رحم حقيقي. فألفي بيقول لها ان لو الرجالة بينفع يحملوا كان هيفضل يشيل البيبي في جسمه هو. فراشيل بتفكره ان بين كان بيشيل كبسولة النقل معاه لأيام، وده معناه انه برضه جزء من الرحلة. فألفي بيقول انه محتاج يفكر اكتر قبل ما ياخدوا قرار مهم زي ده. فراشيل بتفكروا انهم لو استنوا كتير ممكن يخسروا مكانهم، وبتنصحه انه يتكلم مع إليسا. وفي جلسة العلاج ألفي بيتشاكل مع المعالجة بالذكاء الاصطناعي إليسا وبيقول لها انها ما عندهاش روح وعشان كده
كده مش هتقدر تفهم مشاعر البشر بجد. ولما الجلسة بتخلص مش بيقول لمراته على الحقيقة، وبيقول لها انه عمل محادثة ممتازة مع إليسا. وهما بياكلوا في مطعم، ألفي بيقعد يعد مخاوفه من موضوع البيبي اللي هيكبر في كبسولة ده. فراشيل بتعاتبه وبتقول له انهم لو عايزين ممكن يقفلوا الموضوع ده خالص، لانها تعبت من كتر الجدال معاه. وبعد ما بيقضوا وقت مع بعض الليلة دي، ألفي بيقول لها انه غير رأيه. فراشيل بتسأله عن السبب، فبيقول لها انه غير رأيه، وبيقول لها ان السبب انه هو شايفها عايزه الموضوع ده قوي، وعشان كده قرر انه يوافق. وتاني يوم الزوجين بيقابلوا ليندا تاني، فليندا بتسالهم لو كان مهم بالنسبه لهم ان ألفي يكون هو الاب البيولوجي. فالزوجين بيتفاجئوا ويسالوها عن السبب، فليندا بتشرح لهم انه عشان يعملوا البيبي بيكفي بس ياخدوا البويضه بتاعت راشيل وخلايا من جلدها، يعني من الناحيه التقنيه مش محتاجين ياخدوا عينه جينات من متبرع راجل. بس بتضيف انهم لو عايزين طفل ولد ساعتها هيحتاجوا لكروموسوم واي من ألفي. فراشيل من غير تفكير بتقول لها انها عايزه ألفي يكون ابو الطفل، وكمان بيقرروا انهم يسيبوا الطبيعه تحدد لو البيبي هيكون بنت ولا ولد. وبعد فترة الزوجين بيتفرجوا بحماس على عملية التخصيب، وليندا بتشرح لهم الخطوات خطوة خطوة. ولما العملية بتنجح ليندا بتبارك لهم. وبعد وقت قصير موظف بيوريهم الزايجوت اللي لسه متكون جوه الكبسولة. ولما بيرجعوا البيت أهل راشيل بيعملوا معاهم مكالمة فيديو، وأبو راشيل بيقول إن ألفي لازم يفكر يبيع أرضه اللي في الجزيرة لأنهم قريب هيكون عندهم بيبي وممكن يحتاجوا الفلوس دي. فراشيل عشان عارفة رأي ألفي في الموضوع ده بتطلب من أبوها يقفل السيرة دي. وفي الأيام اللي بعد كده راشيل بتبدأ تتابع نمو البيبي وتتحكم في تغذيته من خلال أجهزة مختلفة. وبعد كده راشيل بتقول للممرضة في قسم الحواضن إن شباك الكبسولة مش بيفتح وإنها عايزة تشوف البيبي. فالممرضة بتشرح لها إن الجنين بيفضل في ظلام تام أول 7 أسابيع أو لحد ما يسمعوا أول نبضة قلب، وفي الوقت ده كبسولة من الكبسولات بتطلع صوت إنذار. فالممرضة بتقول إن البيبي ده جاهز للولادة، وإن الكبسولة حللت البروتينات والهرمونات الخاصة اللي في السائل الأمنيوسي وحددت إن النمو اكتمل. والليلة دي راشيل بتشوف حلم غريب، بتشوف إنها بتولد قيصري بس بدل البيبي بتولد بيضة. وبعد أسابيع الزوجين بيسمعوا نبضات قلب ابنهم لأول مرة، وليندا بتقول لهم إن في الشهر السادس من الحمل يقدروا ياخدوا الكبسولة البيت لمدة أسبوعين. بعد كده شباك الرؤية بيتفتح والزوجين بيتفرجوا بحماس على الجنين وهو بيكبر. وبعد شهور ألفي بيشوف أوضة البيبي اللي جهزتها راشيل وبيقترح يحطوا زرعة طبيعية في الأوضة، بس راشيل بتقوله إن الزرعة الهولوجرام هتكون أحسن. والرد ده بيزعل ألفي وبيسيب الأوضة ويطلع، وراشيل بتروح وراه وتقوله إنه زي ما باباها اقترح ممكن يكون منطقي إنهم يبيعوا الأرض اللي في الجزيرة لأنهم كده كده مش بيروحوا هناك. فألفي بيقول لها إن السبب في ده هو إن راشيل هي اللي مش عايزة تروح. وفي يوم من الأيام في حمام سباحة عام راشيل بتقعد تراقب ست حامل بتركيز، وفي أوضة اللبس الست بتلاحظ ده وبتطلب منها تحط إيدها على بطنها. فراشيل بتنبهر جدا لما بتحس بحركة البيبي وهو بيرفص. وبالليل لما ألفي بيرجع للبيت بيلاقي كبسولة البيبي في الصالة. راشيل بتقوله إنه فترة قعاد الكبسولة في البيت بدأت وعشان كده جابتها، شايفة إنه قعدهم مع الكبسولة في نفس المكان هيكون مفيد ليهم هما الاتنين. وبعد كده بياخد الكبسولة ويوديها أوضة البيبي وهما بيستعدوا يناموا بالليل بيطلع صوت تحذير من الكبسولة وهما الاتنين بيجروا بخوف على أوضة البيبي. فألفي بيلوم راشيل ويقول لها إنها نسيت تأكل البيبي، بس راشيل بتفكره ان هو كمان عنده صلاحية دخول على نفس التطبيقات وانهم لازم يتشاركوا المسؤولية بالتساوي. وتاني يوم الزوجين بيزوروا مدرسة خاصة تابعة لشركة بيجاسوس. هناك في راجل بيقول ان ابن اخته اللي اتولد في مركز الارحام مش بيحلم خالص. فليندا بتوضح ان ده عرض جانبي شغالين عليه دلوقتي، بس بتقول ان الاهل مش محتاجين يقلقوا لان الاحلام ملهاش وظيفة مهمة من الناحية التطورية. وتاني يوم وألفي شغال في الصوبة بيتبعت له انذار ان مستوى الغذاء في الكبسولة قل، فعلى طول بيعمل الدعم المطلوب. وبعد كده بيسمع البيبي اصوات حيتان وبيفتح شباك الرؤية عشان يقعد يتفرج عليه. وفي الوقت ده في المكتب ماشا بتقول لراشيل انها لاحظت ان كفاءتها في الشغل قلت الايام اللي فاتت. وفي البيت ألفي بيربط الكبسولة على صدره بجهاز شيل مخصوص. في الاسابيع اللي بعد كده بيقضي معظم وقته وهو بيلف في المدينة مع الكبسولة، وفي كل مكان يروحه بيقعد يقرا بصوت عالي علشان البيبي يسمعه. وفي يوم من الأيام المديرة بتاعته بتقوله إن الصوبة اللي شغال فيها هتتقفل بالتدريج لأن مصاريف الصيانة عالية وممكن يستخدموا هولوجرام بدل الزرع الحقيقي. والخبر ده طبعا بيزعل ألفي جدا، وبالليل وهو بيتفرج على فيلم وثائقي عن البطاريق بيتأثر. وفي نفس الوقت راشيل بتتكلم عن إمكانية إنهم يرجعوا الكبسولة المركز بدري عن الميعاد المتحدد، بس ألفي بيقول لها إن وجود الكبسولة في البيت تجربة عظيمة وهو مبسوط بكده.
فتاني يوم راشيل وهي بتنظف الكبسولة بتلاقي حتة طين صغيرة محشورة في الفتحات الصغيرة. وبعد كده لما بتروح لبيت أليس بتحكي لها إن ألفي بيتعامل براحته زيادة عن اللزوم مع الكبسولة وخايفة لا يكون مهمل فيها، بس أليس والستات التانيين بيقولوا لها إن ألفي بس متحمس لأنه هيبقى أب. والليلة دي راشيل بتشوف حلم، بتشوف إن الكبسولة مش جنب السرير بتاعها وبتبدأ تدور عليها وهي مرعوبة، بس لما بتقف قدام المراية بتشوف المرة دي بطنها وهي حامل. وبعد وقت قصير راشيل بتبوح بمشاعرها وتقوله إنها مش حاسة إنها كويسة، وبيقرروا يروحوا مع بعض يقابلوا إليسا. وأثناء العلاج راشيل بتقول إن حياتهم بقت بتلف كلها حوالين الكبسولة وإنها مش عارفة تتماشى مع ده، وكمان بتقول إن ألفي عمل رابط قوي مع البيبي بس هي مش حاسة بنفس الرابط ده، فألفي بيشوف إنها محتاجة تقضي وقت أكتر لوحدها مع البيبي، بس راشيل بتقول يمكن هي لسه مش جاهزة تكون أم. وفي الأيام اللي بعد كده راشيل هي كمان بتربط الكبسولة بجهاز الشيل وبتاخدها معاها، بس كل ما بتحس إن الناس بتبص عليها بتبقى مش مرتاحة. وفي يوم بتاخد الكبسولة معاها حتى في اجتماع الشغل. بعد كده أليس بتقول لها إن الموارد البشرية ممكن ما يعجبهمش اللي هي بتعمله ده، وإن الناس هتبص لها على إنها أم مش عارفة تركز في شغلها. وبناء على كده بتاخد راشيل توديها أوضة مخصوصة للموظفين بيسيبوا فيها الكبسولات بتاعتهم. وبعد ساعات راشيل بتكتشف إنها اتأخرت على الندوة اللي في مركز الأرحام، وبعد الندوة الزوجين بيسيبوا الكبسولة تاني في قسم الحواضن. وفي الأيام اللي بعد كده عدم وجود الكبسولة في البيت بيخليهم هما الاتنين يحسوا بالوحدة. وفي ليلة وراشيل وهي على الشاطئ بتشوف حلم انها شايله بيبي في حضنها، وتاني يوم بتروح للصوبة اللي هي في العمارة وبتاخد زرعة من هناك وتحطها في أوضة البيبي، والموضوع ده بيفرح ألفي جدا. وبعد فترة الزوجين بيقابلوا ليندا تاني، وليندا بتسألهم ايه التاريخ اللي عايزين يبدأوا فيه الولادة، فراشيل وألفي بيتفاجئوا ويسألوها ليه ده ضروري. فليندا بتشرح ان بسبب الطلب الكبير على الكبسولات كل الولادات بتتعمل صناعيا في الأسبوع ال39. فراشيل بتسألها لو ينفع يخلوا الكبسولة عندهم في البيت لحد ما يجي ميعاد الولادة، بس ليندا بتقول ان ده مش ممكن، ومكتوب بوضوح في العقد ان الكبسولة لازم ترجع للمركز. وهما ماشيين من المركز ألفي بيقول لمراته تستناه بره، وبعدين بيرجع في السر وبيسرق الكبسولة بتاعت ابنهم. وفي ليلة راشيل بتصحى من حلم شافت فيه انها جابت بيبي من السوبر ماركت وروحت بيه للبيت. وتاني يوم الصبح وبحماس كبير بتقول لألفي انهم لازم يروحوا الجزيرة ويعملوا الولادة هناك. ولما ألفي بيسألها عن السبب راشيل بتقول إنها مش عايزة ابنهم يبدأ أول خطوة في حياتهم جوه مركز الأرحام. وبناء على كده ألفي بيروح يقابل ليندا ويشرح لها إن مراته في مرحلة بتعمل فيها رابط قوي مع البيبي، بس ليندا بتفكره إن الكبسولة لازم تفضل في المركز. فألفي بيقول لها إن البيبي ده ابنهم وهم اللي ليهم الحق ياخدوا القرار. فليندا بتقول له إن الكبسولة ملك المركز الأرحام وما ينفعش تتاخد من غير إذن. في الوقت ده الزوجين بيقولوا إنهم بيفكروا يعملوا الولادة في البيت، وليندا بتقول لهم إنه عشان الكبسولة تتفتح هيحتاجوا الكود ولادة مخصوص، وبتقول لهم إن دي خطة خطيرة جدا وبتحاول تخليهم يرجعوا في كلامهم. بس راشيل وألفي مش بيرجعوا في قرارهم وبيفكروا يروحوا الجزيرة. وفي آخر أيام الحمل بيقضوا وقت مع الكبسولة في كوخ هادي قريب من الشاطئ. وفي ليلة راشيل بتلاحظ إن الوحدة الرئيسية للكبسولة ما بقتش شغالة، وألفي بيفهم إن مركز الأرحام قفل الاتصال عن بعد، وبيطمن مراته اللي خايفة وبيقول لها إن الكبسولة بتقدر تشتغل لوحدها لمدة 48 ساعة وإن البيبي هيكون جاهز للولادة قبل ما الوقت ده يخلص. وتاني يوم الكبسولة بتطلع إنذار وبيقول إن البيبي جاهز للولادة. فراشيل بتحاول تجرب تدخل التاريخ بتاع اليوم التكوين بتاع البيبي ككود للولادة، بس الكود مش بيشتغل. فألفي بيخاف وبيقرر يفتح الكبسولة بنفسه بإمكانياته، والأول بيفك المسامير اللي في الجزء اللي فوق، بس الفتحة اللي بتتعمل مش بتكفي عشان يطلعوا البيبي، وبناء على كده بيضغط على النصين بتوع الكبسولة وبيفتحها خالص. فراشيل بتاخد البيبي على طول وتلفه في فوطة، وبعد كده هما الاتنين بيبصوا لابنهم المولود الجديد بكل حب. وتاني يوم راشيل بتحط الكبسولة الفاضية في كرتونة وبتروح بالعجلة للمدينة وبتبعتها من مكتب البوسطة لمركز الأرحام، وبعدين بترجع للكوخ وتنام جنب ابنها. توتة خلصت الحدوتة. أتمنى تكون عجبتكم. لو عجبكم الفيديو اعملوا لنا لايك وسبسكرايب وقولوا لنا في التعليقات هل ممكن في المستقبل فعلا الطريقة دي تكون موجودة لحد ما البيبي يكمل ويتولد. وباي باي.